صباح النور، صباحكم ورد وفل وياسمين. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. ان شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية، بما انه نهاية الجمعة حطيت الكانون وحبيت تشموا معايا الريحة البنينة اللي طالعة بخور. ما شاء الله ما شاء الله. هاكا حطيت قهيوة وكعبيت مقروض وقلت خلينا نعمل ركشة قبل ما ندخل الكوجينة ونعمل كعبة كيك لبنتي اللي عندها مدة وهي مرجتني عليها وشهيتها. هيا توا معايا وشوفوا كيفاش باش نعملها. خذيت 4 مغارف كاكاو، 3 عظمات، كيس غير ربع زيت، 200 جرام سكر، 200 جرام فرينة، وكيس غير ربع حليب. نفس الكيس هو اللي قصت به الزيت قصت به السكر. خذوا اي كيس عندكم، المهم يكون نفس الكيس هو اللي باش تقيسوا به الزيت وتقيسوا به الحليب. قلت السكر سامحوني في الغلطة. حطيت السكر، حطيت حطيت العظمات، ومش انا اللي حطيتهم، هاي بنتي قالت لك انا اللي نطيبها كعبة الكيك بما ان هي شهيتها وما تقراش اليوم. هاي قلت خل تدخل معايا الكوجينة وتعمل جو شوي. حطينا كعبة العظام، ركضناهم تركضوهم مليح مليح للي يتبدل لونهم. وينكم انتوما؟ شنو احوالكم؟ مش عاملين فيها الطقس وفيها البرودة؟ احكيوا لي كيفاش تعديوا نهاركم، خلوا لي كومنتاراتكم، شنو عجبكم الفلوق نتاعي ولا لا، قاعد يعجبكم اللي نقدم فيه والمحتوى نتاعي ولا لا. ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. وكما تراو حطيت الزيت وركزته، وتوا باش نبدا نحط السكر بشوي بشوي ونركض للي يذوب السكر الكل. المهم تخدموا السكر بالقدا بالقدا. اي عاد شجعوني وما تنسونيش في كومنتير وجيم وابوني. نحط السكر بشوي بشوي ونركضه للي يذوب لنا السكر الكل. توا نزيدو الحليب ونبقاو نركضو كالعادة. الوصفة هذه اللي بدات ناجحة ناجحة 100% وبنينة بنينة على الاخر والله بالعملة. تو تشوفوا في الاخر نسيت ما صورتهاش وحلوها كلوا منها، ومن بعد فكرت باش صورت، ما استناوش حتى لنصور. توا نبداو نزيدو في الفرينة تدريجيا بشوي بشوي ونركضو. على فكرة تنجموا تركضوا بالفويرة، هو مش صعيبة الحكاية. اللي ما عندوش باتور ولا اللي ينجم يحط الفواي ويركض بها ويركض بيدو، سهلة مش صعيبة. اما ما هو يبدا يحط بشوي بشوي ويركض. نركض مليح الفرينة للي تتجانس مع الخليط. وما تنساوش هيك ساشيت الخميرة متاع الجاتو عاد باش تحطوها المرة الثانية، نحطها في الاخر فوق الفرينة في الاخر ونركض. اللي عنده وصفة أخرى متاع كيك ويحب نجربوها مع بعضنا يخلي لي الوصفة في كومنتير وإن شاء الله نعملوها مع بعضنا. أي عاد شجعوني، راو مستنيتكم فلوقات أخرى إن شاء الله باش نهبط لكم القضية متاع رمضان والسولد والجو ذاك الكل. نركض الفرينة مليح مليح للي تذوب، مش تذوب للتجانس مع الخليط. من بعديك باش نقسم الخليط متاعي على زوز. شطر باش نزيد الكاكاو، شطر باش نخليه كيف ما هو. اللي يحب يزيد الكاكاو والخليط الكل باش تجيه كلها مطعم كاكاو يزيد الكاكاو والخليط الكل ويركض ويحطها تجيب. اللي ما يحبش كاكاو ينجم يستغنى عليه زادة ويعوضوا ب3 مغارف فرينة يزيدهم الخليط متاعه ويخليها كيف ما هي. انا نحب نعملها شطر بشطر هكا باش نقسم الخليط على 2، شطر باش نزيد الكاكاو شطر باش نخليه كيف ما هو. الجماعة اللي راكشين في الدار وينكم عاملين؟ الجماعة اللي كيف يحبوا على الركشة كل عشية يعملوا ركشة هكا، انا كل عشية نعمل ركشة مع بنتي بما اني متغربة وحدي لهنا هكا نطير القلق ونعمل ركشة انا وبنتي.
نزيدو الاربع مغارف كاكاو الشطر متاع الخليط ونخلطوها مليح مليح اللي تجانس الخليط الكل. ومن بعد ناخذ المول نتاعي تشوفوا كيفاش باش نعمل. الفلوق هذا صورته نهار الجمعة، ما خلطتش باش نعمل له مونتاج هاكا، باش يهبط من بعد بنهار ان شاء الله. الله غالب، واحد يعرف اصغار وقضية ودار هكا ها. ما خلطتش باش نعمل له مونتاج ونهبطه نهار الجمعة هاكا، باش نهبطه نهار السبت ان شاء الله. خذيت المول نتاعي، خذيت شويه زبده باش ندهن المول نتاعي الكل بالزبده، كل ما تخلوه حتى فراغ تدهنوه مليح مليح بشويه زبده باش ما تلصقش من بعد. ونزيدوه شويه فارينه من فوق، نرشوا الفارينه في المول نتاعنا من بعد هيك. بالنسبه اللي ما عندوش زبده مش متوفره عنده نهارتها، ينجم ياخذ شويه زيت يحطه في المول و ويدهنوا الكل المول بالزيت بالفوشه، ومن بعديك يحط عليه شويه فارينه ويدورها على المول الكل حتى هكاكا ما تلصقش. اما المستحسن الزبده تعجبني خير. بعديك تو تشوفوا لا تستحق سكينه لا تستحق شيء، تقلب المول متاعك تهبط معاك الكيك. هذيك حطيت شويه فارينه باش ندورها على المول الكل، ومن بعديك نبدا نحط الخليط متاعي. انا قسمت الخليط على اثنين كما شفتوا كما قلت لكم هاكا، باش نبدا نحط كل مره شوي شوي، كل مره خليط، مره من الخليط هذا بالفاني ومره من اللي فيه الكاكاو للي نكملوا الخليط الكل. بعديك خذيت سكينه وباش نبدا نخلط نحرك هكاك الخليط من فوق. تو تشوفوا باش يدخل في بعض من بعديك كيفاش تجي. تو باش نهز المول نتاعي نحطه في فور مسخنته من قبل على 180 درجه ونخليها تنفع. قالها خذيت معايا حكايه ساعه غير ربع نص ساعه كيكه. لهنا كتابت قلت لكم ما خلطتش باش نصورها بالكدا قسموها وكلوا منها. جت بنينه وخفيفه خفيفه ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم. هذيك الزينه راهي بنتي اللي زينت من فوق. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله يا ربي نكون خفيف الظل عليكم، وان شاء الله الفلوق نتاعي عجبكم. وتوام عليا كي نقولكم تشاو تشاو، نتقابلوا في فلوق اخر ان شاء الله.